هقول لك نصيحة. ناس كتير قالت لي احنا ازاي نشتري في الساحل الشمالي ونعرف القرية دي كويسة ولا لا. اول حاجة، في حاجات معينة كده عشان لما تيجي تشتري شاليه في قرية في الساحل كله قرى، في اكتر من 250 قرية من اول سيدي كرير لغاية مطروح. ازاي تعرف ان القرية دي شغالة ولا لا، واللي انت استثمارك صح في الشاليه ده؟ ما يغركش سعر الشاليه، يعني حتى لو غالي وتاخده في قريه نظيفه احسن ما تاخده في قريه تعبانه ما فيهاش خدمات ما فيهاش اداره ورخيص او قسط. دايما تبص ان الساحل الشمالي في قريه ممكن تلاقي فيها ايجارات ب 2000 جنيه اليوم، وفي قريه جنبها تلاقي ايجارات فيها ب 500 جنيه اليوم. معنى ايه؟ ان القريه اللي ب 2000 فيها خدمات، فيها بحر كويس، فيها حمامات سباحه، فيها امن، فيها خدمات بالكامل من جوه، سوبر ماركت، على الطريق، قريبه من زهران او قريبه من مارينا او قريبه من ستيلا ووك، الحاجات اللي هي المولات اللي